فرحنا جدا، والاعلام المصري يعني مش الاعلام المصري، الاعلام كله بيتكلم على الزياره اللي عملها بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بطل الدوري الانجليزي وبطل دوري ابطال اوروبا لمصر. فجاه لقينا جوارديولا موجود في مصر يا عمرو، صحيح، وبيروح الاهرامات ويصور قدام الاهرامات، والنهارده النهارده راح الاقصر معبد الكرنك، وهيروح اسوان، زياره مده اسبوع كامل. اسبوع كامل طبعا العالم كله طبعا صوره على الانستجرام ما شاء الله، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ملايين العالم كله شافوا جوارديولا في مصر، وده شيء يسعدنا جدا وشيء يبهرنا جدا. اللي طبعا احنا ما بنفوتش مناسبه، طبعا كل الناس قعدت تقارن النهارده، شافت جوارديولا في الاهرامات لابس بنطلون واسع في متحف الحضاره المصريه، لابس بنطلون ابيض واسع، ليه حجر كبير جدا زي الكلسون، يعني شبه الكلسون. فراح الناس كلها جابوا على طول صوره محمد رمضان وهو لابس الكلسون في جعفر العمده، فعلى طول الناس بدات تحط الصوره. طبعا الشعب المصري دمه خفيف، يقول لك اهو ادي جوارديولا اهو لابس نفس الكلسون محمد رمضان، ده هديه من محمد رمضان. جعفر العمده اول ما عرف ان جوارديولا موجود في مصر راح عطاله الكلسون عشان يتصور بيه. وخفه الدم المصريه طبعا كانت الشعب المصري علاء، ما حدش ما يختلفش اتنين ان احنا احسن شعب في العالم دمه خفيف. الشعب المصري ما يختلفش عليه اتنين في اي مكان في الدنيا، حتى الازمات حتى المشاكل بيقلبوها دايما هزار وضحك وبتاع. ودي عظمه الشعب المصري. الشعوب اللي عندها تاريخ عريق هي اللي دايما عندها روح الفكاهه دي. طبعا مش اي حد يبقى عنده روح الفكاهه. طبعا يا عمرو. فالشعب المصري شعب عظيم جدا. بيب وجوده في مصر حدث مهم طبعا جدا، حدث عظيم. طبعا عشان اهلاوي بيب لا انتوا حاجه ثانيه خالص. لكن عايز اقول كلسون، ارجع واقول كلسون جوارديولا. الكلسون بتاع جوارديولا، شوفوا بساطه. انا عايز اتكلم على بساطه المدرب الاسباني العظيم، اعظم مدرب في العالم واغنى مدرب في العالم، شوف البساطه، لابس كلسون عادي جدا، بيلبس يعني. احنا ليه هنا يا علاء يعني دي بتفكرني بمناسبه، الناس بتنتقد ميدو دايما على لبسه. ما هو ميدو اجنبي لا ما هو اجنبي ومش مصري. لا اجنبي، يعني عاش ميدو من قبل 16 سنه وهو محترف بره. نص المصريين عاشوا بره، ايه المشكله يعني؟ في مصريين عاشوا في امريكا 30 سنه ما بيلبسوش اللبس ده وهم ماشيين. يا انا عايز اسالك سؤال، دي ثقافه يا عمرو يا باشا. ايه المشكله؟ هل ده قلل من جوارديولا يا سيدي؟ ما قللش اللبس بتاعه، قلل منه. ما انا بسال سؤال. احنا ليه بنقيم الناس بلبسها يا عمرو؟ مش الاجانب يا عمرو يا عمرو ليه فلسفه وتقاليد؟ ما فيش حاجه اسمها كده يا عمرو. لا ما فيش حاجه اسمها كده، مع كامل احترامي. في تقاليد وبتاع، في العادات والتقاليد ما حدش يختلف فيها. طيب عاداتنا وتقاليدنا احنا نحترمها. بس لا، اللبس ملوش دعوه بالعادات والتقاليد يا جماعه. هو احنا لما بنلبس بنطلون وتيشيرت او شميز او بتاع، هل ده معناه ان ده لبس مصري؟ ما هو مش لبس مصري، احنا مستوردين. ايوه ماشي، بس لبس يعني اقصد اللبس ده تقليعه. عايز اقول ان الناس ما تقيمش بلبسها، ده انا اللي عايز. ما حدش بيقيم بلبسه، بس ما حدش يقيم. احنا بنقول بس احنا بنقول ان الطبيعي انك انت طالما بتتعامل مع المجتمع المصري تلبس لبس المجتمع المصري. يعني مثلا هل واحده ممكن ما هو جوارديولا جه مصر يلبس لبس المجتمع؟ لا يا عم خلاص، ده واحد اجنبي جاي هنا وخلاص، زي الهنود لما بيجوا هنا مثلا. يعني هل يسمح لبنت مصريه تلبس لبس الهند بس وتمشي بيه في الشارع؟